حق تقرير المصير في سوريا بين انهيار الدولة وصعود السلطة الإرهابية وتحول الأقليات إلى شعوب مكتملة وفق القانون الدولي، بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. انهيار الدولة السورية بعد صعود سلطة إرهابية بقيادة أحمد الشرع لم يكن حدثاً سياسياً عادياً، بل سقوطاً كاملاً للشرعية التي تبنى عليها الدولة الحديثة. ومع غياب مؤسسات الحماية ووقوع مجزرة الساحل التي قتل فيها 50,000 علوي، واستهداف السويداء كمجتمع ديني اجتماعي، واستمرار حرمان الكرد من حقوقهم التاريخية، تحولت الأقليات السورية إلى جماعات مهددة بالوجود، الأمر الذي يجعل حقها في تقرير المصير جزءاً من القواعد القانونية المستقرة في القانون الدولي. أولاً، الإطار القانوني لحق تقرير المصير: 1. ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1/2 والمادة 55 تنصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها. عندما تصبح السلطة القائمة خطراً على حياة جماعة داخل الدولة، يسقط الأساس الذي تستند إليه وحدة الأراضي، ويعود الحق للشعب صاحب الهوية المهددة. 2. العهدان الدوليان لعام 1966. المادة الأولى المشتركة تؤكد أن لكل الشعوب الحق في تقرير مركزها السياسي بحرية، وعندما تفشل الدولة في ضمان هذا الحق، أو عندما تتحول إلى مصدر تهديد، يصبح الشعب المعني في حالة قانونية تتيح له السعي نحو كيان مستقل. 3. إعلان 1514 لعام 1960. هذا الإعلان جعل تقرير المصير قاعدة دولية ملزمة، ونص على أن حرمان أي جماعة من هذا الحق يعد مخالفة صريحة للميثاق، وهو ينطبق مباشرة على حالة العلويين والدروز عندما تستهدف حياتهم وحقوقهم. 4. إعلان المبادئ 2625/1970 يوضح حالات الانفصال المشروعة، وينص على أن الشعب الذي يحرم من حكومة تمثله فعليا يحق له السعي إلى تقرير المصير. ومع صعود سلطة إرهابية لا تمثل أحدا، يصبح هذا النص أساسا قانونيا لإعادة تشكيل الكيانات. 5. اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 قتل 50,000 علوي في الساحل يرتقي إلى مستوى الإبادة الجزئية، وبحسب السوابق الدولية فإن وقوع الإبادة يسقط عن الدولة حق الاعتراض على استقلال الجماعة المهددة. 6. مبدأ الانفصال العلاجي يطبق عندما تكون الدولة مصدر اضطهاد، أو عندما تمنع جماعة من ممارسة حقوقها الأساسية، وهو مبدأ اعتمدته العديد من المحاكم الدولية، ويشكل قاعدة مناسبة تماما لوضع الأقليات السورية. ثانيا، التطبيق القانوني على الواقع السوري. 1. العلويون المجزرة التي ضربت الساحل لم تسقط فقط أمن المجتمع العلوي، بل كشفت أن الدولة لم تعد قادرة على ضمان الحد الأدنى من الحماية. ومع سيطرة سلطة متطرفة يتحول الساحل إلى منطقة مهددة بالإبادة المتكررة، ما يمنح العلويين حقا مشروعا في المطالبة بكيان مستقل أو حماية دولية على أساس القانون الدولي. 2. الدروز في السويداء. يمتلك الدروز أرضا واضحة وهوية متماسكة، لكنهم يعيشون داخل دولة منهارة وتحت تهديد دائم. ووفق مبادئ إعلان 2625 يحق لأي جماعة محرومة من التمثيل والحماية أن تطالب بحكم ذاتي موسع، وأن تتجه نحو تقرير المصير الخارجي إذا استمر الخطر على وجودها. 3. الكرد. يمثل الكرد حالة قومية مكتملة: أرض، لغة، تاريخ، وهوية سياسية. تعرضوا لتقسيم قسري والاضطهاد مستمر، ما يجعل حقهم في تقرير المصير الخارجي راسخا في القانون الدولي. انهيار الدولة السورية يعيد تثبيت هذا الحق بوضوح أكبر، ويفتح الباب لقيام كيان كردي يمتد على جغرافيته التاريخية في شرق الفرات. ثالثا، سقوط شرعية الدولة السورية وإعادة تشكيل الجغرافيا. وصول الإرهابيين إلى الحكم وتحول الدولة إلى مصدر تهديد للعلويين والدروز والكرد أسقط مبدأ الدولة الحامية، وهو الأساس الوحيد الذي يحمي وحدة الأراضي. ومع غياب هذا الأساس يتحول التقرير الذاتي للشعوب إلى قاعدة قانونية وسياسية جديدة تفرض إعادة رسم الخرائط. من هذا الواقع تتشكل ملامح 4 كيانات رئيسية: 1. دولة كردية مستقلة شرق الفرات. 2. كيان علوي في الساحل قائم على مبدأ الحماية الوجودية. 3. كيان درزي في السويداء يعتمد على الحكم الذاتي الموسع. 4. إقليم عربي سني مركزي يتقاسمه النفوذ الدولي. هذه النتيجة ليست استنتاجا سياسيا، بل انعكاس مباشر لمبادئ القانون الدولي،
عندما تنهار الدولة وتتحول سلطتها إلى تهديد للشعوب التي تعيش داخلها. الخلاصة: وفق المواد القانونية الدولية، ومع الأحداث التي ضربت الساحل والسويداء، ومع التاريخ الطويل لاضطهاد الكرد، لم تعد الأقليات السورية مجموعات داخل دولة، بل أصبحت شعوبا كاملة تمتلك حق تقرير المصير الخارجي بحكم القانون الدولي. الدولة السورية فقدت شرعيتها، والكيانات الجديدة ليست خيارا، بل النتيجة الطبيعية لانهيار النظام القانوني والسياسي والإنساني الذي كان يفترض أن يحمي الجميع. بقلم صلاح الدين الكردي، نوبار.